مساء النور والسرور والزهور حبايبي، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمه. منورين الفيديو القصير متاعنا اللي هو مخصص لعولة الكسي في تونس. كلها العادات والتقاليد متاعنا لعولة الكسي. عولة الكسي في مدينة تونس مميزة بهذا النوع من العولة، ويتميز إعداد عولة الكسي في كل تونس، يعني يوم شبيه بيوم الأفراح، يوم موسمي، هو يوم العولة، يوم مميز ترتفع فيه الضحكات والنكت والأهازيج والأغاني الشعبية. ما معنى العولة التونسية؟ العولة التونسية هو كل عائلة تونسية تشتري مثلا 50 كيلو كسي ويكسكسوه بالايدي كما شفتوا في الصور، ويطبخوه طبخه برك ويشيحوه على السطوح ويتخزن لموسم الشتاء. كل العائلات التونسيه ما يشريوش كسي في الشتاء لانه يكون عندهم كسي حاضر في البيت، يكون مكسكس للطبخ. اكيد لما يكون حاضر للطبخ العادي يكون طبخه برد، وهيك يكون حاضر الكسي. انواع الكسي في تونس تقريبا عندنا 50 نوع كسي تونسي كما قاعدين نشوفوا في الصور. الكسي في تونس هي عادة موسمية وموسوعة يعني من أنواع الكسي، لأن كل جهة لها طريقة طبخ وتوابل خاصة، ومنها الحلو ومنها المالح، لدرجة أنه تلقى في كل حومة أو كل بيت نوع معين من أنواع الكسي. وفي تونس لازم في كل دار تكون عندها العولة متاعها، عولة الكسي والمحمصة والهريسة والنواصر والحلالم والتوابل والبسيسة والبرغل والزيتون وزيت الزيتون. نعم، ما زلنا محافظين على هذه العادات، عادات أجدادنا، نعول الكسي والمحمصة والبرغل والفلفل والزيت والتوابل والنعناع والترنجية. ومن ضمن هذه العولة في فصل الصيف نقطروا الزهر والعطرشية والورد. إلى اللقاء حبايبي في فيديو قادم.